السلام عليكم طلاب جريد 7. النهارده إن شاء الله هنحل cumulative test 4 على درس ال inequalities. والسؤال الأول choose the correct answer. Which of the following inequalities is equivalent to the inequality x over 2 is greater than negative 3؟ ال 2 هنا موجودة بالديفايد فهتعدي الناحية التانية times يبقى ال x بقت لوحدها في الترم اللي على الليفت و greater than ال negative 3 times الايه؟ times ال 2. يعني ال x equals أو ال x هتكون greater than ال negative 6. يبقى الأنسر بتاعتي هتكون letter D. Question 2. If x minus 3 is greater than 1, then which of the following could be the value of x؟ هنا طبعا ال negative 3 ممكن تعدي الناحية التانية بpositive 3. يبقى هناخد ال negative 3 من هنا نعديها الناحية التانية بالpositive فبقت ال x greater than 1 زي ما هي اهي وعدينا لها ال negative 3 بالpositive 3 فبقت ال x greater than الايه؟ ال 4. طيب ايه النمبرز اللي هنا اكبر من ال 4؟ مفيش غير ال 5 يبقى الانسر هتكون ب 5. Question number 3. What is the multiplicative inverse of the number؟ طيب تعالوا نجيب الأول الفاليو بتاعة الروت ده وبعد ما نجيب الفاليو للسكوير روت ده نعمل لها multiplicative inverse أو نجيب لها multiplicative inverse. هنا بيقول لي negative square root 25 over 36. نجيب الفاليو بتاعتها الأول. طبعا النيجاتيف هيتساب بره زي ما هو لأنه بره السكوير روت. روت ال 25 اللي هي ب 5 روت ال 36 اللي هي ب 6 فبقى النمبر ده كأنه نيجاتيف 5 over 6. كل اللي علينا دلوقتي نجيب له الايه؟ المالتيبليكاتيف انفرس. ايه هو المالتيبليكاتيف انفرس؟ نغير الساين؟ لا، نغير الساين دي اللي هي الاديتيف انفرس. هنا هو عايز المالتيبليكاتيف انفرس. المالتيبليكاتيف انفرس بس بيعمل ريسوبريكال او بيشقلب النمبرز اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق فهتبقى كأنها نيجاتيف 6 اوفر الايه؟ ال 5. يبقى الانسر هتكون letter C. Question number 4 بيقول لي which of the following express the number 19 million in scientific notation؟ ايه هي ال 19 million بتنكتب ازاي؟ 19 million بتتكتب 19 ومعاها 6 zeros يعني 19 million كده. طب عايز احولها في الشكل الستاندرد للساينتفك نوتيشن يبقى محتاج احرك الديسمال بوينت اللي هنا للليفت لحد اما توصل ما بين ال 1 وال 9. طيب كان عندي رول نفتكرها سوا تاني. لو عندي ديسمال بوينت وبحركها ناحية الرايت يبقى ال 10 هتكون باور رقم بالنيجاتيف ولو عندي الديسمال بوينت بحركها ناحية الليفت يبقى الباور هيكون بالبوزيتيف. هنا الديسمال بوينت مش موجودة يعني هي كانت موجودة هنا بس مش بتنكتب. هنحركها للليفت. يلا نعد كده الستبس اللي هنتحركها. ادي 1 2 3 4 5 6 7 يعني الإجابة 1.9 times 10 power. مش احنا اتحركنا للليفت يبقى 10 باور 7 بالبوزيتيف يبقى الإجابة هتكون letter B. السؤال الرابع which of the following inequalities represents the following situation؟ An accountant with at least 5 years of experience is required. احنا عايزين محاسب على الأقل يكون عنده خبرة 5 سنين يعني 5 سنين أو أكتر من 5 سنين. يبقى كلمة at least 5 years معناها إن هو greater than 5 أو B equals ال 5 يبقى الإجابة letter A letter B. Question number 2 يقول لي find the solution set. تمام find the solution set وخدوا بالكم بقى هنا ممكن يقول لي in Z in Q وهكذا. كل اللي علينا طبعا يا شباب إن إحنا هنخلي ال X في طرف لوحدها. طب ال 1 ده يروح فين؟ طبعا ال 1 ده ممكن نوديه الناحية التانية عند ال 9. لو كان بالبوزيتيف يروح الناحية التانية بالنيجاتيف. يبقى ما عادش باقي لي في الليفت هاند سايد غير النيجاتيف 2x
وال1 هيروح الناحية التانية بالنيجاتيف ايه؟ بالنيجاتيف 1 عند ال9. يبقى يلا بينا النيجاتيف 2x دلوقتي is smaller than أو less than ال8 لأن 9 minus 1 اللي هي ب8. محتاجين برضو نتخلص من النيجاتيف 2 اللي جنب الإكس اللي هنا. طيب النيجاتيف 2 هنا بالتايمز يبقى تروح الناحية التانية بالديفايد، وخدوا بالكم ده 2 هنا بالنيجاتيف ومودينا الناحية التانية بالديفايد، معنى كده إن الانيكواليتي هنغير الشكل بتاعها تبقى باصة الناحية التانية كده. فبالتالي الإكس بدل ما كانت less than بقت الإكس greater than، وال8 بقت 8 over negative 2 ودينا النيجاتيف 2 هناك بالديفايد. تمام، لأنها كانت معمول لها تايمز مع الإكس فهتروح بعكس التايمز اللي هو الديفايد. وعشان النمبر بالنيجاتيف تاني غيرنا الانيكواليتي بدل ما كانت less than بقت greater than. طيب الإكس كده greater than كام؟ 8 over negative 2 اللي هي بنيجاتيف 4، يبقى ال x is greater than negative 4. نرجع للسؤال تاني، بيقول لي find the solution set. فين؟ في ال z. ايه هي ال z؟ ال set of integers اللي هي ال whole numbers. طيب هل النيجاتيف 4 دي whole number؟ ايوه، وكل الارقام اللي اكبر من نيجاتيف 4 اللي هي whole numbers هنكتبها في السوليوشن set. يبقى find the solution set، نقول له the solution set be equals ونعمل braces. ها، ايه الاكبر من نيجاتيف 4؟ عندنا الاكبر من نيجاتيف 4 النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 1 والزيرو وال1 وال2 and so on. تمام. question number 2 بيقول لي هنا برضو 7x plus 8 is less than or equal 3x minus 4، وعايز السوليوشن سيت المره دي هنا في الكيو، وخدوا بالكم الكيو دي في الاخر هنتكلم عنها. ممكن نعمل دلوقتي هنا برضو replace ما بين ال 8 وال 3x. ايه السبب؟ لو انا جبت ال 3x على ال left hand side هتبقى مع ال 7x زميلتها من نفس الفاميلي، معاها x ومعاها x. ونفس الكلام النيجاتيف 4 هتروح جارتها اللي هي اللي هتعدي بقى بالنيجاتيف 8. فهيبقى هنا الارقام من غير x وهنا الارقام بالاكس، فمعنى كده خلينا كل الارقام مع الفاميلي او الحاجه المشابهه ليها او خليناهم like terms. طيب يلا نبدل، يبقى 7x ال 3x هتعدي الناحيه التانيه بالنيجاتيف 3x less than or equal زي ما هي. ها، ال 8 هتروح الناحيه التانيه بالنيجاتيف 8 والماينس 4 زي ما هي. يلا نجمع كده 7x أخدنا منها 3x يتبقى لي 4x. طب خسران 8 وخسران 4 يبقى أنا كده خسران 12. عايزين نتخلص دلوقتي من الإيه؟ من ال 4. خلاص يبقى ممكن نودي ال 4 الناحية التانية بعكس الساين. مش هي كانت بالتايمز مع الإكس يبقى تروح بالديفايد. فبالتالي الإكس بقت لوحدها هنا smaller than or equal negative 12 divided by 4. طيب negative 12 divided by 4 بكام؟ يبقى ال x is less than or equal negative 3. طيب احنا عايزين ايه يا شباب؟ نرجع للسؤال تاني، احنا عايزين السوليوشن set. يبقى هنكتب السوليوشن set بس فين يا شباب؟ في الكيو. الكيو دي شبه ما اتفقنا عامله شبه الكوين، بيبقى ليها سوليوشن set خاص بيها كده مختلف عن بقيه زمايلها. السوليوشن set بتاع الكيو بينكتب بالشكل ده، بنعمل braces ونكتب x where x belongs to q، لان احنا اتفقنا ان q دي هي queen، حاجه بتنكتب كده special. تمام، يبقى ال x where x belongs to q، ودي حاجه ثابته بنحفظها دايما في كل solution set للq. الحاجه الوحيده اللي بتختلف اللي هو مكان الانسر اللي طلعناه او الفاينل ريزلت اللي طلعناه بينكتب هنا بس وخلاص كده جنبيها. يعني اللي باللون الازرق ده بنحفظه اسطمبه ثابته في كل السوليوشن سيتس بتاعت الكيو، والمتغير بس اللي باللون الاسود ده على حسب الانسر بتاعت السؤال. تمام. question number 3 بيقول لي simplify to its simplest form. اسهل طريقه لحل السؤال دوت ان احنا الاول نتاكد ان البيسز كلها A A A A A. خلاص يبقى هنكتب ال A مره واحده بس. كل الباورز اللي فوق يا شباب هتنكتب زي ما هي،
ولكن الباورز اللي في الدينومينيتور فاكرين كنا بنغيرها، بدل ما هي بوزيتيف تنكتب نيجاتيف، ولو هي نيجاتيف تنكتب بوزيتيف. طب نبدأ من هنا يلا. ال A دي باور 1 تمام، نيجاتيف 3 زي ما هي، 8 as it is. طب ال 5 ده موجودة تحت، يبقى كأننا كنا بنعمل لها subtraction، فال 5 هتبقى نيجاتيف 5 والنيجاتيف 4 هتبقى بوزيتيف 4. هنجمعهم على الكالكوليتر أو mental مفيش مشكلة، هتطلع معانا ال A باور كام؟ ال A باور 5. سهلة. السؤال الأخير بيقول لي وليد needs to save at least 300 LE to buy a new toy. يعني وليد على الأقل محتاج يحوش كام؟ 300 LE. طيب يبقى نعمل هايلايت كده على 300 LE، يبقى هو محتاج أكتر من 300 LE أو 300 LE. تمام، يبقى greater than or equal 300. هو على الأقل محتاج 300 جنيه، فبالتالي لو معاه 300 جنيه تمام، أو أكتر من 300 جنيه يا ريت، يبقى greater than or equal 300 to buy a new toy. تمام. If he already has 60 LE، هو معاه بالفعل 60 LE and he can save 30 LE each week. highlight عليها 30 LE each week. طيب يعني هو كل أسبوع هيحوش 30 LE، يبقى لو قعد أسبوعين هيحوش 30 times 2، 3 أسابيع يبقى 30 times 3. طب ما هو كده الويكس متغيرة. طب ما تيجوا نقول إن النمبر اوف ويكس ده ممكن يكون X، يعني ممكن يبقى week 1 2 weeks 3 weeks وهكذا. فهنقوم قايلين إيه؟ assuming the number of weeks be X، أو suppose that the number of weeks be X، يعني الويكس دي هنفرضها بإيه؟ بX. حلو، تعالوا نترجمها بقى. الأسبوع الواحد بيحوش فيه 30 جنيه، يعني لو عندي أسبوعين يبقى 2 times 30، 3 أسابيع 3 times 30. فبالتالي ممكن نقول 30 اللي هي الفلوس اللي بيحوشها per week أو per one week، أو الإكس دي اللي هي المتغيرة بتاعة الويكس، يبقى 30x على حسب. لو هو ويك واحد هنحط مكان الإكس 1، لو هو 2 weeks هنحط مكان الإكس 2 وهكذا. يبقى 30x اللي هو الفلوس اللي بيحوشها في الأسابيع اللي عنده. طيب وهنزود عليهم كمان كام؟ هو بيقول لنا if he has أو if he already has 60 LE، هو بالفعل معاه 60 جنيه كمان على جنب، يبقى هنكتب هنا plus 60. خلاص خلصت الانيكواليتي ونقدر نحلها دلوقتي. بقت 30x plus 60 is greater than or equal 300. تعالوا بقى نبدأ نودي ال 60 الناحية التانية بعكس الساين، فيبقى 30x is greater than 300 minus 60، وديناها بالماينس اللي هي بتيكوالز ايه يا شباب؟ يبقى ال 30x is greater than or equal 240. محتاجين دلوقتي نتخلص من ال 30. طيب يبقى كده ممكن نوديها الناحية التانية، مش هي بالتايمز تروح بالديفايد، ما عادش باقي لي في الليفت هاند سايد غير الاكس، فبالتالي الاكس هتكون greater than or equal 240 over 30. هنكنسل الزيرو مع الزيرو ونقسم ال 24 over 3، هنلاقي ان الاكس is greater than or equal 8. تمام. طيب هو كان عايز ايه بقى؟ بيقول لي find the minimum number of weeks وليد will need to save the money. طيب احنا قلنا ان النمبر اوف ويكس دي فرضناها باكس، فبالتالي الانسر خلاص طلعت معايا x is greater than or equal 8، يعني علشان يقدر يشتري التوي اللي هو عايزها محتاج 8 weeks or more. يبقى نقدر نقول كده ان therefore the minimum number of weeks is 8 weeks، أو ممكن يكون أكتر. وبكده نكون خلصنا يا شباب حل cumulative test 4، وبالتوفيق إن شاء الله.